من زمان وأنا حابة إني أجرب معكم كيكة التمر. كيكة شتوية بامتياز بالتمر والقرفة والهيل. يلا نجربها مع بعض لأول مرة ونقيم النتيجة. كوب واحد من التمر منزوع النواة نقايسه بالكوب المعياري سعة 250 مل. نضعه في وعاء عميق ونضيف إليه كوب من الماء المغلي حتى يطرى معنا التمر. نترك هذا الخليط جانبا لمدة 10 دقائق تقريبا. نستطيع استخدام أي نوع تمر متوفر عندنا. ممكن أيضا استخدام معجون تمر الجاهز إذا كانت نوعيته ممتازة. في وعاء عميق ويكون ناشف من الماء نضيف إليه 3 بيضات، ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة من الملح، وأيضا نضيف ملعقة كبيرة من الخل لكي نتخلص من زفارة البيض نهائيا. استخدمت المضرب الكهربائي. ممكن استخدام خلاط الكوكتيل العادي، سيعطيكم نفس النتيجة. طبعا البيض يكون خارج من الثلاجة بوقت يكون بدرجة حرارة المكان، والوعاء اللي حنحطينا فيه البيض وكذلك المضرب يكون ناشف من الماء ومن الدهون. هذه أهم المعلومات اللي ممكن تنجح معكم الكيك. نضيف الآن نصف كوب من السكر. طبعا مثل ما سبق وحكيت الأكواب هي الأكواب المعيارية سعة 250 مل. نضرب البيض مع السكر حتى يفتح اللون وحيثقل معي القوام بالتدريج. ادعموني بزر الإعجاب واشتركوا بالقناة علشان نجرب مع بعض وصفات جديدة. لما وصلت لهذا القوام وقفت خفق ونكمل التحضير. نصف كوب من الزيت نضيفه ثم نضربه جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يختفي معي الزيت ويندمج مع بقية المكونات. في هذه المرحلة نشف التمر. احنا نقعناه ببداية التحضير، ولما نوصل لهذه المرحلة يكون خلاص قد هو جاهز للطحن. استخدمت الهاند بلندر، ممكن تستخدموا الخلاط أو أي طريقة للهرس. ممكن تهرسوه بالشوكة، لكن ضروري تتأكدوا أنه ينهرس تمام وما يكونش فيه أي كتل كبيرة موجودة فيه. شوفوا القوام كيف حيكون. نضيفه الآن على خليط السابق اللي حضرناه. طبعا هذه أول مرة أحضر كيكة التمر وما ذقتهاش من قبل كمان، فمتحمسة إني أشوف هل تستحق التجربة أو لا. خلط المكونات حتى يندمجوا كلهم مع بعض. وطبعا الكيك مش حيكون لونه فاتح، حيكون لونه بني لأنه أضفنا التمر، وحنضيف كمان مكون حنشوف بعدين. الآن انتهينا من المواد الجافة السائلة، نضيف المواد الجافة. أضفت كوب واحد من الدقيق، ننخله ولكن ننخل قليل وندمج المكونات تمام باتجاه واحد وما نكثر فقط حتى يختفي الدقيق ونتوقف عن الخلط. ما أضفت البيكنج باودر الآن. هنا بعد ما أضفت الكوب كامل أضفت ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من الهيل وملعقة كبيرة من البيكنج باودر. يفضل بالكيك إنه نضيف البيكنج باودر كآخر مكون، ونقلب كذا تقليبة سريعة حتى تندمج كل المكونات، وكذا أصبح معي خليط الكيك جاهز. ركزوا على القوام، كيف قوامه مثل قوام الكيك العادي. بسباتشول نتأكد من عدم وجود أي رواسب من الدقيق بأسفل القاع. استخدمت قالب مقاس 24 سنتي، دهنته بزبدة ورشيت عليه دقيق علشان أضمن خروج الكيك من القالب بعد ما تستوي. صبيت الخليط كامل في القالب وسخنت الفرن من قبل 10 دقائق على درجة حرارة 180 بالرف الأوسط. حيظل في الفرن من 25 إلى 30 دقيقة. هذا شكل الكيك بعد ما طلع، ما شاء الله ريحة القرفة وريحة التمر معبية المكان. نستنى لما يبرد الكيك قليل وبعدين نقلب الكيك.
شوفوا ما شاء الله شكل الكيك ممتاز. اللي يشوف الكيكة فقط حيظن إنها كيكة كاكاو، لكنها بالحقيقة كيكة تمر. الريحة حتوضح، ريحة القرفة والتمر ما شاء الله بارزة جدا بعد النضج. وزعت كراميل، لأنهم يقولوا إن كيكة التمر تكون زيادة تمشي مع الكراميل، فحضرت كراميل منزلي. هحط لكم رابط الطريقة في صندوق الوصف. طبعا التزيين يكون حسب الذوق، بس أنا زينتهم بقطع من التمر. متحمسة جدا إني أذوق الكيك وأشوف الطعم. بصراحة أعطيها كذوق 9 من 10. الكيك لذيذ جدا، يدفي بأيام الشتاء، لأني تحتوي على التمر، صحية للصغار والكبار. اللي حيذوقها صحيح شكلها وكملمس كيك، لكن طعمها كأنه نوع من أنواع الحلا. الكراميل ماشي مع الكيكة بشكل ممتاز، يعني زادها حلاوة. وكمية السكر ما تعتبرش كمية كثير، كمية السكر الموجودة في الكيك كمية معتدلة. أتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتكتبوا لي آراءكم بقسم التعليقات. إذا حابين نجرب أي وصفة مع بعض حطوها لي بقسم التعليقات. ومع السلامة.